السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكل يتحدث عن مباراة المغرب وكرواتيا المنتظرة يوم الأربعاء. من هنا أرى أن أسلوب الذي سيطبقه المنتخب الكرواتي على المنتخب المغربي هو الضغط العالي على الأجنحة اليمنى واليسرى للمنتخب المغربي، وبهذا سيعاني المنتخب المغربي كما عانى في مباراة الودية أمام الأورغواي، لأن المنتخب الكرواتي يعرف أين هي قوة المنتخب المغربي، وخصوصا الرباعي المغربي حكيم زياش وسفيان بوفال واشرف حكيمي ونصير المزوار. وبهذا أتمنى من لاعب المنتخب المغربي أن يلعبوا على ضرب الخصم في العمق من خلال تمريرات حاسمة للمهاجمين سواء يوسف النصري أو عبد الرزاق حمد الله أو وليد شديرة. وعلى لاعب وسط الميدان المنتخب المغربي سليم أملاح وعز الدين النواحي وسفيان أمرابط، عدم السماح للمنتخب الكرواتي بصناعة الهجمات من افتكاك الكرة بسرعة والضغط العالي. وتأكدوا ما قلته، سوف يلعب المنتخب الكرواتي بأسلوب الضغط على الأجنحة على المنتخب المغربي، وهذا ما سيجعلنا نعاني كثيرا. وأتمنى أن يكون لاعب المنتخب المغربي في يومهم ويقدمون الأفضل. بالتوفيق إن شاء الله للمنتخب الوطني المغربي، ودائما تحت شعار المغرب. حياكم الله جميعا.